اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا مساء الفل والورد والياسمين على أحلى عيون الناس في الدنيا دي كلها. لايك بقى وشير وسبسكرايب للقناة، وتعالوا ندخل على الفيديو بتاعنا النهاردة. وما ننساش دعوة حلوة لأخواتنا اللي في سوريا واللي حصل عندهم الزلزال دول، ربنا يكون في عونهم يا رب، وربنا يرحم كل اللي توفوا، وربنا يرحمنا جميعا يا رب. وما نقدرش نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو ده نصيبهم وده قدرهم. ربنا يعينهم على حالهم يا رب. أنا حبيت بس أقول الكلمتين دول في أول الفيديو، لأن بصراحة الفيديوهات وحشة جدا والمنظر مش حلو خالص. الله يكون في عونهم، وربنا يصبر أهاليهم يا رب، منهم اللي توفى ومنهم اللي عايش. بصراحة منظر مش مؤسف خالص للغاية. ربنا يعينهم على حالهم يا رب، ربنا يعينهم على حالهم. ما نقدرش نقول أكتر من كده. حاجة بصراحة مش، بس ما نقدرش نقول حاجة. ربنا يرحمهم برحمته يا رب. اللهم آمين يا رب. ما ننساش بقى دعوة حلوة مننا لهم، يمكن دعوة حد مستجابة. ربنا يفك كربهم، وربنا يزيح عنهم وعننا وعن كل مسلم يا رب. تعالوا بقى ندخل على الفيديو بتاعنا النهاردة ونشوف هنعمل ايه وعملنا ايه. فيديو بقى تفريزات وتنظيفات وحاجات كتيرة كده هتحصل في الفيديو ده النهاردة. بس ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد بإذن الله. انا بصراحة رحت السوق النهاردة. الفيديو ده بقاله معايا كام يوم بصراحة، بس مش قادرة انزله بصراحة. منظر اخواتنا سوريا وفلسطين والجماعة دول بصراحة متأثرين معنا جامد، بس قلت ما بدهاش بقى، لازم بنقوم ونشوف شغلنا ونشوف أكل عيشنا، نكمل حياتنا عادي. اللهم صل على حضرة حبيبه. ده كنت قمت بقى يوم التلات ده عندنا يوم السوق، قمت رحت اشتريت شوية خضار وجيت اشتريت بقى الخضار العادي اللي بيلزمك، بس بصراحة الأسعار نار 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 نار. الله يكون في عوننا وربنا يعيننا على حالنا يا رب. كده كنت أنا جايبة كرومبة اللي انتوا شفتوها معايا في الأول دي، وكنت جايبة كيلو سلق فرطته كده عشان لو في مية ولا حاجة وهحطه في التلاجة يوم ولا 2 ما يبش مني. وكده بقى هنضف بقية الخضرة. وبرضك ايه، انا النهاردة بقى عملت حركة حلوة والله. قولولي برضك ايه رأيكم في الكومنتات. طبعا احنا كلنا عندنا يعني فوبيا في الأسعار، ومش معقولة مش هناكل ومش هنشرب، بس قلت بدل ما اتزنق واعمل تفريزات وحاجات يعني كتير، قلت لا هعملها واحدة بواحدة. وكل ما انزل السوق اجيب حاجة فرصها. يعني انا النهاردة جبت حتتين قلقاس او راسين قلقاس هعملهم. ممكن سوق تاني اجيب بسلة، ممكن سوق تاني لو انت بتحبي الفول الحراتي تجيبيه. ممكن لو مثلا انت مثلا بتحبي مثلا تحطي فلفل في الفريزر الكلام ده. انا بصراحة ما بحبش الفلفل في الفريزر خالص، ولا فلفل الوان ولا اخضر شيطة ولا اي حاجة. انا احب الفلفل احطه على الاكل كده فريش، لكن اطلعه من الفريزر لا. قلت بقى انا نضفت الخضرة ديت وعملت قلت بقى اما اغسل الحاجة عشان بقى يعني انا معايا ما شاء الله كمية قلقاس حلوة. فقلت بقى ايه، المواعين اللي انتوا كنتوا شايفينها ديت اصلا هي ما يعني انا غسلها من على بيات، مش غسلها الصبح ولا حاجة. قلت بقى اما اغسل اللي هيتغسل الاول، عشان هقعد انا معايا الكمية كبيرة فهقعد فيها وقت طويل. فقلت اما اغسل حاجتي الاول بتاعت السوق احطها تصفى زي ما انتم متعودين معايا وعارفين معايا ان انا لما بروح السوق لازم كل حاجة بغسل. مفيش قلت حاجة ممكن احطها في التلاجة عندي ممكن غير غسيل. بصراحة أنا من قبل كورونا وأنا كده، من قبل أيام كورونا حتى وأنا كده. أنا الحمد لله عندي الرخامة ما شاء الله كبيرة،
بقوم فرشة ملاية بقى، فوطة، عباية ليا معنتش بلبسها، أي حاجة متاحة معاكي. مش هنحزم يعني مش عارفة أجيبها، يعني مش هنضايق على نفسنا أوي. بمسك بقى كل حاجة أغسلها وبحطها على الرخامة دي تصفى. ممكن أسيبها لو في الحر يعني ساعتين 3 بالكتير بتكون الحاجة نشفت خلاص. لكن لو في البرد زي ما ليمت كده عادي ببيتها عادي، بقوم طرحة عليها الملاية وببيتها كده عادي، ما بيصيبهاش أي حاجة. بل بالعكس الطماطم بتحمر أكتر، لو فلفل بيحمر، الكلام ده. كده بقى غسلت معايا البرتقان والفلفل والخيار. كنت جايبة نوعين فلفل، نوع شطة ونوع أحمر شطة يعني، ونوع أخضر عادي للأكل. الشطة أنا بجيبه للمش، أنا عندي مش بعمل مش ما يعني ده للجبنة، بخلي جبنة المش جميلة جميلة جميلة. عملت بقى غسلت الطماطم، وهنروح نغسل لسه بان الفراولة ولسه حاجة تانية تقريبا، وهنقعد بقى نشوف هنعمل ايه في القلقاس. القلقاس هعمله لك بطريقة حلوة وبسيطة، تطلعيه من الفريزر، تقوم حاطاه في الصلصة على طول، بيبقى جميل 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 بصراحة. دي طريقتي ودي تفريزاتي، ويا ريت الفيديو بتاعي يعجبكم، ويلا نشوف هنعمل ايه. دي الفراولة، مش قلت لكم لسه الفراولة. الفراولة عشان انا ما بكترهاش بغسلها، يعني هما بسيبهم اليوم ده بسيبه ياكلوا اللي ياكلوا منه. اخر النهار ان ما خلصتش ان باتت عندي في التلاجة ما بتتاكلش بقى خلاص، سبحان الله. بقوم بقى اللي يبقى بقوم رايحة حاطاه في كيس واقوم راميه في الفريزر. هما اخر يعني انا مثلا كنت في السوق النهارده جبت الكيلو الفراولة او الكيلو ونص او ال2 كيلو على حسب ما بجيب. ده بقوم رايحة بقى سايباه في المصفى دي كده لحد ما بيخلصوا منه أكل. إن يتبقى حتى 2 بس، فراولتين 2 هيسابوا في التلاجة مش هيتاكلوا عندي. الفراولة بالذات عندي مش عارفة ليه اللي بتبات عندي ما بتتاكلش. كده بقى هنروح نقعد بقى ننضف القلقاس. شوفوا بقى ما شاء الله القلقاستين دولت هيطلعوا معايا كمية قلقاس رهيبة وجميلة. هتعمل معايا 5 أكياس قلقاس تحفة، والأكياس ملانة. ممكن يعني انت لو واحدة يعني في العدد أفراد قليل ممكن تجيب أقل من كده. أنا جبتهم بصراحة، يعني قلت أما أشيل يعني مبلغ من بتاع السوق وأجيبهم، كأني جبت مثلا سمك أو جبت مثلا حاجة وقلت بقى أما أجيبهم من السوق ده. عملت حسابي مثلا السوق ده في القلقاس ممكن أعدي سوق وأجيب برضو كوليين بسل، ممكن مثلا أعدي سوق وأجيب حاجة تانية. وخلي دايما كده، خليكي دايما منظمة أمورك ومنظمة بيتك. أهو أنا دي طريقتي في التقشير. ما أنا بغسله بعمق كمان، هتشوفوه الوقت معايا، مش بغسله كده أي حاجة. دي بقى على فكرة الطريقة ديت ما بتاخدش معاكي تقشير حاجة، وبتخلصي في ثانية. بتخلصي لو انت معاكي كام حتة زي اللي معايا دول هتخلصوهم، مش هتحسي بالوقت خالص. شوف بقى انا بخرطها ازاي كده. هي واخدة معايا وقت وكل حاجة، عشان كده الفيديو مسرع. بس شوفي بقى هنا اهي الحتة بتاخديها تقشرها مرة واحدة. شوفوا انا بعملها ازاي كده بقى ما شاء الله بيخلص معايا على طول كده. انا جايبه معايا كذا سكينه، يعني السكينه اللي بحس ان هي تلمت شويه بسيبها واخرط بالتانية، عشان برضك يعني انا معايا ما شاء الله كميه حلوه، عشان ما تعبش ايدي. بس هنا بقى الحمد لله رضا السكينه عدت على ايدي، بس جت الحمد لله بسيطه وخفيفه، يعني ما عدتش قوي. بس مش من السكينه الصغيرين دول، رحت جبت واحده كبيره عن كده عشان اقطع القلقاسه الكبيره ديت. بس بصراحه قامت معديه على ايدي، بس الحمد لله قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله. السكينة بقى شوف انا جبت دي لتعوير ايدي. ان ما شاء الله شايفين السكينة كبيرة ازاي، جبتها بقى لتعوير ايدي. انا كان بصراحة ورايا مشوار وكنت مستعجلة وخايفة الميعاد يفوتني،
بس الحمد لله لحقت يعني وخلصت قبل الميعاد كمان، وهتشوفوني برضو الوقت وانا لابسه وايه وخارجه. شوفوا ده بقى، هنا شوفوا بعمله ازاي. المشكله بقى ان الصينيه سلستين مزحلقه معايا كده بقى. كنت مسكته قطعته، حطيته بقى على حته القماشه اللي معايا ديت او الفوطه اللي معاكي، عشان تملكيه كويس، تنضفيه كويس، لانك انت كده مش ما كنتش مالكاها، لان الصينيه سلستين فبتزحلق القسايه معايا. شايفين بقى الطريقه ديت حلوه كده، بتمسكيها تقسميها من النص وترجعي تعمليها، بتبقى سهله خالص معاكي في التقشير وما بتاخدش معاكي وقت، وما بتطلعش على فكره في القشر كتير يعني. على فكرة أنا مسرعة الفيديو، بس مش مسرعة قوي، عشان برضوك إيه لو حد حابب يعمل زيي وكده. الحتة بقى اللي في الآخر ديت بتعوز بس إيه تنظيف شوية، فحبيت إيه أنضفها معاكم. دعوة حلوة منكم بالله عليكم لإخواتنا المصابين، واللي ربنا افتكرهم برحمته، ربنا يرحمنا ويرحمهم جميعا يا رب. متنسوش دعوة حلوة منكم كده، يمكن ربنا يستجاب لدعوة حد فينا، ربنا يتولانا برحمته جميعا يا رب. شايفين بقى أنا بعمله إزاي؟ بس بصراحة القلقاس السنة دي جميل، أنا بجيبه من واحدة عارفاها يعني، هو بصراحة بيبقى قلقاسها دايما حلو. شايفين قلقاسها طري وأبيض جميل إزاي. همسكه بقى أقطعه كله كده ويعني أقطعه خرط صغيرة، أنا ما بحبش القلقاس خرطته كبير، هتشوفوا معايا الوقت هتخيلوا عليها، بس ما بحبوش إلا كده. يعني في ناس بتقطعه كبير، الخرطة كبير. شوفوا بقى أنا عمالة أبدل في السكاكين إزاي. هو ده تقطيعي في القلقاس. خلي دايما في القلقاس إيدك تخرطها واحد، ما تخليوش اتنين يخرطوا معاكي، بالذات في القلقاس، لأنك انت ممكن تخرطي يعني صغير، اللي معاكي تخرط كبير، فكده القلقاس مش هيستوى معاكي مظبوط. والقلقاس والبطاطس لو انت بتعمليها وتفرصيها ما تخليش حد يخرط معاكي، او ما تخليش حد يعمل معاكي، خلي ايدك انت بس اللي بتعمل في الحاجه، عشان ما تبش منك خساره والحاجه غاليه. اما اخواتي وحبايبي اللي بفرزوا البطاطس وما انتوش عايزين يعني تبوظ منكم، هعمل لكم فيديو ان شاء الله قريب. ما تخافيش، مش هتسود منك خالص نهائي بعد كده. يا تفريزها سهل وبسيط خالص خالص لاخواتي وحبايبي اللي بيحبوا يفرزوا البطاطس. ان شاء الله هعمل لكم فيديو قريب، وهنطلعها سوا مع بعض ونشوف فعلا هتسود ولا مش هتسود، ولا هنسلقها ولا هنعمل فيها اي حاجة ان شاء الله. وهتشوفوا معايا، هيبقى فيديو جميل، وهقول لكم على الطريقة اللي هتفرزوا بها البطاطس ومش هتسود معاكم خالص، اخواتي وحبايبي اللي بيحبوا يفرزوها وبيخافوا تسود منه. ان شاء الله هوريكم فيديو قريب باذن الله. كده بقى همسك اقطع الكميه دي كلها زي ما انتوا شايفين كده، ونرجع بقى مع بعض على الحوض على طول. بس شايفين بقى انا بخرطها، انا اللي بخرط، انا عارفه ان انا بخرط بايد واحده، يعني ايدي واحده اللي بتخرط. عايزه القلقاس يطلع معاكي كميه حلوه وما يبوش منك، اول يوم ما تجيبيه او تاني يوم بالكتير قومي عاملاه، ما تسيبوش مثلا اسبوع ولا 10 ايام وتقولي لا النهارده بكره النهارده بكره، هيبوظ منك وهينشف ومش هيبقى حلو. شوفوا ما شاء الله بقى طلعوا معايا الكميه قد ايه. هنا بقى يعني مش هنقول ايه اوحش مرحله، لا، احنا هنقول هي المرحله الحلوه اللي بتطلع معاكي القلقاس حلو، مهما يقعد معاكي في الفريزر لا بغمق ولا قلقاسة تسود ولا اي حاجه. امسكي اغسليه كأنك بتغسلي رز. شفتوا احنا بنغسل الرز ازاي؟ اه
اغسلي كده مرة واتنين وتلاتة وعشرة لحيت ان ميتها، لحيت ان مية القلقاس تبقى زي الرز سوا، كأنك بتغسلي الرز وهتغسليه بقى وتطبخيه. اهو شوفوا كم ده كذا مرة، ده انا كده يعني عاملة بقى في الفيديو قبل كده، يعني اللقطات اللي انتوا بتشوفوها ديت انا كنت عاملة بدل المرة كم مرة قبلها. شوفوا بقى بمسكه اغسله كده كأني بغسل رز، امسكه ادعكه على ايديا كأني بدعك الرز كده. دي بقى احلى قلقاس تاكليه، لا تخافي لا هيزلمط ولا هيبوظ منك حاجة ولا اي حاجة، بس اهم حاجة تغسليه كويس وتسيبيه يتصفى كويس، تسيبيه يتصفى كويس، ده اهم ما في الموضوع، انك تسيبيه يتصفى، ما تاخدوهوش كده بميته وتروحي تحطيه في كاس وتحطيه في الفريزر كده باظ منك. انت تحطيه يتصفى خالص، لما ما يبقاش فيه ولا نقطة مية، ممكن تسيبيه ساعتين 3 4، ما انت حطاه على حاجة هيصفى على طول، مش هي يعني تحطاه في مصفى، ما انتش حطاه في بلاستيكية ميته هتفضل فيه. اهو هفضل بقى اعمل العملة دي كذا مرة كده لحيت ما يروق معايا خالص. شوفوا بقى ميته بدأت تروق هنا ازاي، ولسه هحط برضه مش هستكفى كده. إن كنتوا انتوا شفتوا مرة ولا 2، فأنا عملت يجي 7 8 مرات زي ما انتوا شايفين كده، بس ما حبيتش أطول عليكم الفيديو عن كده. شايفين بقى ميته هنا بدأت تروق ازاي خالص كده. خلاص المية راقت بقى معايا اهي كده بقى، يعني هحطه في المصفى اهو. شايفين المية نازلة ازاي اهو، ميته نازلة رايقة خالص، مفيش مية كده. حتى المية على الرخامة انتوا شايفينها مفيش، مش المية عكرة ولا حاجة. ايه رأيكم بقى في تخزيني كده في القلقاس؟ اللي بيخزنه زي كده يكتب لي في الكومنتات ويقول لي ايه رأيه فيه. شايفين بقى بفضل اكب عليه كده بردك شوية مية بحيث بردك يبقى ايه معايا نضيف وحلو كده. بقى هحطه اهو على البلاستيكية، يصفى كفاية البلاستيكية، وهحطه البلاستيكية حاجة عالية عشان الرخامة طبعا شاربة مية. هرجع بردك ارش عليه مية، بس مش عارفة المقطع ده ما جاش ليه. بجيب بقى بايدي كده واحط ايه عليه من الحنفية. ده بقى كنت ايه، كنت رحت لا كده انا ما كنتش لسه خرجت كده. انا غيرت بقى عبايتي وراح بقى لبست العباية ديت عشان انا عايزة انزل، خارجة يعني رايحة مشوار. فقلت بقى ايه، كنا بقينا بقى اخر النهار خالص بعد ما اتغدينا وغسلت المواعين، بس كان ورايا مشوار ضروري كنت لازم اخرج. بعد بقى يعني خلصت كده وقلت بقى اما اعبيه عشان انا خارجة مش هضمن هاجي امتى. بس انا كده الحمد لله، يعني شايفين اصلا انا حاطاه على الصينيه قدامكم ما فيش نقطه ميه نازله على الصينيه كده، كان نشف معايا خالص خالص خالص. اللي بفرز بقى القلقاس زي كده يكتب لي في الكومنتات ويقول لي ايه رايه. شايفين ما شاء الله جابوا معايا 5 اكياس كبار ازاي كده. بقى هوريكم بقى الفيديو بتاعي كده. انا غسلت الخضار ده كله اهوت، وادي الفراوله وادي الاستفندي وادي الخضره، وغسلت البوتاجاز ولميت الرخامه، وده المواعين مغسوله نضيفه الحمد لله، ومسكت الأرضية مسحتها. ده كله بقى ايه، وده القلقاس حطيته كمان في الفريزر اهوت كده. ما تنسيش بقى تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.